مساء الخير. هنتكلم النهاردة عن عقوبة الساحر والناس المشعوذين في القانون المصري. طيب، طبعا احنا في زمن الخوف فيه بقى تجارة، والجهل بقى دلوقتي وسيلة للربح. ظهر ناس بتلعب على أوجاع البشر وبتستغل ضعفهم بمسميات بقى جلب الحبيب وفك الربط، والمسميات اللي هي المهم إن هي كلها بتندرج تحت السحر والشعوذة. طيب، هل في عقوبة حقيقية بتعاقب السحرة والمشعوذين في القانون المصري؟ في الفيديو ده هنعرف ازاي القانون المصري بيتعامل مع الموضوع ده، وايه هي المواد في القانون اللي بتحكم الموضوع ده، وهل السحر جريمة بيعاقب عليها القانون؟ الحقيقة هي ان القانون المصري بيعاقب الساحر والدجال على انه ارتكب جريمة النصب، وبكده بيعاقب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري. في حين ان في دول عربية كتير زي المغرب والامارات وتونس والجزائر وسوريا بيعاقب على جريمة السحر والشعوذة بشكل مباشر. يعني مثلا في القانون الإماراتي المادة 316 من قانون العقوبات بتعاقب على جريمة السحر والشعوذة بشكل مباشر جدا. بيعاقب بالغرامة، الحبس، والغرامة لا تقل عن 50,000 درهم كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة حتى لو بدون مقابل، وسواء كان حقيقي أو خداع. احنا عندنا في القانون المصري بيعاقب الساحر والدجال طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، ومش بنتطرق للموضوع السحر والشعوذة بشكل مباشر. طيب ليه؟ ليه القانون المصري مش بيجرم السحر والشعوذة بشكل مستقل؟ لصعوبة الإثبات. فهو بيعتبر إن الدجال ده نصاب استخدم طريقة احتيالية تنطوي على الغش والتدليس للحصول على الأموال. هي عقوبتها بتصل إلى 3 سنين حبس. العقوبة بتزيد على حسب الفعل اللي هو بيرتكبه وهو بيمارس فعل الدجل. طبعا لو بيقولك أنا طبيب أو صيدلي أو خبير، هنا كمان هنضيف ليهم عقوبة إن هو بيمارس مهنة بدون ترخيص. قبل ما تصدق حد بيقولك أنا عندي حل سحر لكل مشاكلك، صدق الأول إن القانون مش بيعترف بالسحر والشعوذة بشكل مباشر، ولكن بيعترف بحاجة اسمها جريمة النصب والاحتيال. وأي حد بيستغل خوفك أو وجعك أو ضعفك بيستغلك وبياخد منك مقابل مادي، هو مش شيخ، هو دجال، والقانون ليه بالمرصاد.